لن نتراجع مهما صار، لن نتراجع مهما صار، مهما صار، لن نتراجع مهما صار. في الأمواج غدت ثوار، شوما وجبالا من نار، كالأمواج غدت ثوار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال الإمام الذنون المصري: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. وسنسمعكم في هذا التسجيل تخبط الوهابية المشبهة المجسمة، حيث أن ابن باز الذي هو رأس من رؤوس الوهابية يصف الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، فيصف الله والعياذ بالله تعالى بأن له ظل. وقبل أن نسمعكم هذا التسجيل نقول لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ما رواه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري كتاب الأذان: وقيل المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: 7 يظلهم الله في ظل عرشه. فإذا الظل المذكور في الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو، وهو ظل العرش، فلا يوصف الله تبارك وتعالى بأن له ظل. وقال الإمام النووي في شرح مسلم كتاب الزكاة: والمراد هنا ظل العرش، كما جاء في حديث آخر مبينا: والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش. هذا معنى هذا الحديث الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظل هو ظل العرش. أما المشبهة المجسمة الوهابية فهذا زعيمهم ابن باز لما سئل عن معنى هذا الحديث وعن معنى الظل فقال والعياذ بالله تعالى مشبها لله تعالى بخلقه، فقال أن لله ظل والعياذ بالله تعالى من قبحه. والعجب أن ابن عثيمين مع أنه مجسم مشبه يصف الله تعالى بمخلوقاته فيقول أن لله أصابع حقيقية والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويقول ابن عثيمين أن الله مستقر على العرش والعياذ بالله تعالى من الكفر الشنيع، إلا أنه في هذا الموضع قد أصاب الصواب. قال أن معنى هذا الحديث أن الله تعالى يخلق ظلا يوم القيامة. ولكن ابن عثيمين يقول أن الذي يقول أن لله ظل فهو أجهل من الحمار، فبهذا يكون ابن عثيمين قد وصف ابن باز بأنه أجهل من الحمار، وبهذا يتبين تخبط الوهابية، فابن عثيمين هو زعيم من زعماء الوهابية، وابن باز هو مفتي الوهابية. فيتبين لكم بهذا أن الوهابية يتخبطون، وأن الوهابية يتهمون بعضهم بالجهل. فيقول ابن عثيمين الذي يقول أن لله ظل فهو أجهل من الحمار، فيكون بهذا قد وصف ابن باز بأنه أجهل من الحمار. يقول ابن عثيمين: فهذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمراد بالظل هنا ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة يظلل من شاء من عباده، وليس المراد ظل نفسه جل وعلا، لأن الله نور السماوات والأرض. من فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار. ويقول: كيف يكون المراد بالظل ظل الرب عز وجل؟ لكن كما قلت لكم بعض الناس أجهل من الحمار. وهذا موقع الرسمي لابن باز، هذا ما سئل ابن باز وهذا جواب ابن باز. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على عقيدة التنزيه والتوحيد، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.
لن نتراجع مهما صوت، لن نتراجع مهما صوت، مهما صوت، لن نتراجع مهما صوت. كالأمواج غدت ثوار شوبا وجبالا من نور، كالأمواج غدت